الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 46 جنيه 71 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم معنا تحديث جديد ومهم عن سعر الدولار في البنوك المصرية. سعر الدولار النهاردة ارتفع ارتفاع ملحوظ قدام الجنيه في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 46 جنيه 71 قرش للشراء، 46 جنيه 75 قرش للبيع. في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار 46 جنيه 64 قرش للشراء، 46 جنيه 74 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 46 جنيه 74 قرش للشراء، 46 جنيه 84 قرش للبيع. في بنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار 46 جنيه 93 قرش للشراء، 47 جنيه و3 قروش للبيع. ويمكن ده يعني أعلى سعر في البنوك المصرية. وفي بنك الإسكان والتعمير سجل الدولار 46 جنيه 74 قرش للشراء، 46 جنيه و84 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 46 جنيه و75 قرش للشراء، 46 جنيه و85 قرش للبيع. التحركات دي بتوضح إن السوق لسه بيتفاعل مع عوامل العرض والطلب، ومع أي تغييرات اقتصادية أو مالية ممكن تأثر على سعر الصرف. لو حابب تتابع سعر الدولار لحظة بلحظة وكل الأخبار الاقتصادية المهمة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول ما ينزل. مع السلامة.